السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهاردة هنعمل شوية قرص حلوة جدا تطلع معانا هايلة، ومقاديرها ان شاء الله تكون مظبوطة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أول حاجة يكون معانا دقيق، وكمان سكر وخميرة وبيكنج باودر وسمنة على زيت. مقاديرنا لكل كيلو دقيق معلقتين ممسوحين من الخميرة الفورية، وكمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهيكون معانا حوالي 4 معالق كبار من السكر ورشة ملح وكوباية سمنة على زيت. ومهم جدا يا جماعة ان احنا ننخل الدقيق. يبقى نخلنا الدقيق بتاعنا. هنبتدي بقى نحط المواد الجافة. هنحط السكر اللي هو 4 معالق سكر، وكمان هننزل بمعلقتين ممسوحين من الخميرة الفورية، وهننزل بمعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنعجن بمية دافية. مقاديرها سهلة جدا، حاجة عاملاها في البيت بسيطة، وطعمها كمان وبتبقى ضمناها تطلع معانا تحفة. هنقلب كل المقادير مع بعض بقى، اللي هي المواد الجافة. حطينا كيلو دقيق، معلقتين ممسوحين من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة ملح. السمنة سخنت معايا شوية، مفيش أي مشاكل. هنبتدي بقى نبس الدقيق. في الوقت ده طبعا مدفيين مية، مجرد ما تبس معانا زي ما انتوا شايفين كده هننزل بمية دافية. مجرد كده ايه ما تلاقي العجينة معاكي لمت يبقى كده تمام. كل دقيق بيختلف عن التاني في أخدان المية، ممكن ياخد أكتر أو أقل. نحط شوية شوية كده لحد ما نوصل للقوام المظبوط. هي في ثانية هتسيب ايدينا خالص، وهيبقى ملمسها تحفة. هي كده تمام. عجلنا فيها حوالي 10 دقايق. ننقلها بقى ايه في بولة صغيرة شوية، ونبتدي نغطيها ونسيبها تخمر. بعد بقى ما خمرت معانا حضرنا صاجاتنا كده، دهناها بقطعة زبدة بسيطة قوي قوي. وكمان تقدري بقى الحشوات اللي تحبيها تشتغلي بيها، ممكن تسيبيها سادة مفيش اي مشاكل. هنبتدي نقرص كده القرص بتاعتنا. ممكن شوكولاتة مبشورة او نوتيلا، انا هعملها سادة وهعملها بالشوكولاتة. حلوة يا جماعة، بتعمل معانا كمية حلوة جدا. تقدري بقى ايه بعد ما بتطلعيها كده ويدوبك تهدى معانا كده، وتكون يعني ايه تبرد شوية، مش تسيبيها مثلا عريانة وتبرد قوي، لا، بتغطيها كده. اول ما بتطلع مجرد ما تهدى خالص نبتدي نعبيه في اكياس ونعينها في الفريزر. وقت ما تحب او الاولاد رايحه المدرسه ومحتاجه القرص بتطلعي الكيس بيفك على طول، ما فيش ساعه بتلاقيه فك معاكي وبيبقى تمام. عندك ميكروويف تقدري تحطيها فيها، بتبقى 10 على 10 كأنك لسه عاملاها حالا. هي في جميع الأحوال بتطلع معانا طعمها حلو جدا، حاجة مضمونة كده وعاملاها في البيت. بعد ما عملنا شوية كده سادة نقدر نعمل بقى شوية بالشوكولاتة. مجرد ما ابتديت ان انا اقرص القرص يا جماعة، فرننا ساخن على درجة حرارة 220، السلك في الرف اللي في النص. وطبعا حاطين في قاع الفرن صينية فيها ايه مية عشان بتوزع معانا الحرارة كويس، فبتطلع المعجنات في منتهى الجمال. نفرد كده القرصة معانا ونحط ايه معلقة من الشوكولاتة المبشورة، برضو بيبقى طعمها حلو جدا بالشوكولاتة بالنوتيلا بالجبنة زي ما تحبي. يبقى بتحطي على كيلو الدقيق يا جماعة كوباية من السمنة على زيت، وبتحطي كمان معلقتين ممسوحين من الخميرة الفورية، معلقة صغيرة من البيكنج باودر او الكيك شيف المتوفر عندك، وذرة ملح، وبنعجن بشوية مية دافيين. هي دي كل مقاديرنا.
بعد بقى ما بنقرصها كده نبتدي ايه نبططها شوية كده على الصاج، وهنسيبها بقى تخمر معانا. عملت بقى كل الكمية وسبتها خمرت معانا، فرننا طبعا ساخن. هندخلها الفرن بقى بتاعنا، متاخدش حوالي مثلا تلت ساعة وبتلاقيها 10/10 اهو. حلوة جدا تحفة، طالعة معانا يا جماعة هايلة. لو وصلتوا معانا لحد كده وحاسين بقى ان انتوا استفدتوا من الفيديو، ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناة، يشرفني طبعا وينورني، وتعليق جميل منكم. حلوة جدا. بكده بقى خلصت وصفتنا، يا رب تعجبكم وتنور رضاكم، ونكون دايما عند حسن ظنكم. انتصروني بقى في وصفة جديدة وفيديو جديد، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله، مع الف سلامة.